إليك حقيقة الاتفاق على انسحاب الجيش التركي من سوريا. وزير الصحة التركي يكشف تطورات الحالة الصحية لأردوغان. بوتين وأردوغان يعقدان محادثات قبل افتتاح أول مفاعل نووي بتركيا. السوريون في تركيا يخشون تصاعد التحريض مع اقتراب التصويت. تركيا تتوقف عن خفض الفائدة لحماية الليرة قبل الانتخابات. سفير تركيا السابق بسوريا يؤكد التطبيع مع نظام الأسد لن يكون سريعا. السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة الأخبار التركية. قبل البداية نأمل منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر الإعجاب لكي يصلكم كل جديد. إليك حقيقة. تضاربت الرواية بشأن نتائج الاجتماع الرباعي في موسكو والذي جمع وزراء الدفاع ورؤساء المخابرات في تركيا وروسيا وإيران ولدى النظام السوري، وهو الاجتماع الثاني من نوعه منذ إعلانها تركيا عن بدء عملية التقارب مع الأسد. وعقب انتهاء الاجتماع أصدرت وزارة الدفاع التركية بيانات أكدت فيها أن الاجتماع ناقش الخطوات الملموسة التي يمكن اتخاذها لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد وسبل تكثيف الجهود لإعادة اللاجئين السوريين إلى أراضيهم. ولم يتطرق بيان الدفاع التركي لأي تفاصيل تتعلق بانسحاب القوات التركية من مناطق انتشارها في شمال غربي سوريا، لكن وسائل إعلام مقربة من النظام السوري أكدت أن الاجتماع بحث انسحاب الدولي دون القوات التركية وتطبيق الاتفاق حول طريق أنفور التطرق لأي خطوات للتطبيع بين أنقرة ودمشق. وفي المقابل قالت وزارة الدفاع الروسية أن الاجتماع الرباعي ناقش الخطوات العملية في مجال تعزيز الأمن في سوريا وتطبيع العلاقات السورية التركية، مشيرة إلى أن جميع الأطراف جددت رغبتها في الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وضرورة تكثيف الجهود من أجل العودة السريعة للاجئين السوريين إلى وطنهم. ورأى محللون سياسيون وعسكريون أن الاجتماع الثنائي لوزراء الدفاع يعتبر فاشلا، مؤكدين أن مسار التطبيع بين أنقرة ودمشق لن يكون سهلا. بوتين وأردوغان. قال الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد محادثات عبر الهاتف مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في وقت لاحق اليوم قبل افتتاح أول مفاعل نووي في تركيا. وشيدت شركة روس أوتوم الروسية محطة إكيو النووية في إقليم مرسين جنوب تركيا. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في إفادة صحفية دورية إنه بعد حديثهما هاتفيا سيشارك رئيسان افتراضيا في حدث يشهد تحميل الوقود النووي في أول وحدة طاقة في محطة إوكيو. والمشروع بلغت تكلفته 20 مليار دولار بقدرة تصل إلى 4800 ميجا وات، ويتضمن بناء 4 مفاعلات في أوكيو المطلة على البحر المتوسط، ما سيسمح لتركيا بالانضمام إلى الدول التي تنتج طاقة نووية لأغراض سلمية. ولدى سؤاله عن تقارير حول مشاكل صحية يشكو منها الرئيس التركي، أجاب بيسكوف قائلا إن موسكو لا تعلم شيئا عن الأمر، وتجري تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية في 14 من مايو آيار. ومع ذلك ألغى أردوغان حملات انتخابية كانت مقررة أمس الأربعاء واليوم الخميس لأسباب صحية. وافد نائب رئيس حزب العدالة والتنمية إركان كانديمير الأربعاء بأن أردوغان سيحضر المراسم في محطة أوكيو للطاقة النووية عبر رابط الفيديو. وزير الصحة. قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة اليوم الخميس أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيستأنف جدول أعماله في أقرب وقت ممكن بعد تعرضه لوعكة صحية. وكان أردوغان قد قطع مقابلة على الهواء بسبب شعوره بتوعك قبل أن يعود يستأنف المقابلة. كما ألغى أمس الأربعاء 3 تجمعات انتخابية كان من المقرر أن يشارك فيها بناء على نصيحة الطبيب وفق ما أعلن على تويتر. وأطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حملته الانتخابية، وتعهد حزب العدالة والتنمية الحاكم بخفض التضخم إلى رقم في خانة الآحاد ودعم النمو الاقتصادي في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس لتمديد فترة حكمه الممتدة منذ أكثر من 20 عاما في انتخابات 14 من مايو آيار. ويواجه أردوغان أكبر تحد سياسي له منذ وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة في عام 2002. وتشير استطلاعات الرأي إلى تراجع عدد مؤيديه في السنوات الأخيرة بعد أن تسببت سياساته الاقتصادية غير التقليدية في إضعاف الليرة وارتفاع التضخم. ومع ذلك كرر أردوغان شعاره الاقتصادي، وهو أن الاستثمار والإنتاج والصادرات وفائض الحساب الجاري سيدعم الناتج المحلي الإجمالي. السوريون تركيا. تتعاظم المخاوف بين أوساط اللاجئين السوريين مع اقتراب موعد الانتخابات التركية المقررة في 14 من آيار مايو المقبل، جراء زيادة الخطاب التحريضي ضدهم من قبل أحزاب المعارضة التركية والوعيد من قبل شخصيات سياسية بترحيلهم. وتحرص بعض أحزاب المعارضة على استخدام ملف اللاجئين لكسب ود الناخب التركي، وآخرهم مرشح المعارضة التركية كمال كلدجار أوغلو الذي هدد بإرسال اللاجئين إلى بلادهم في غضون 2 وفي حال فاز بالانتخابات. وتساءل ماذا يفعل 3 ملايين سوري في بلادنا
وأبناؤنا لا يجدون وظائف. وقبل كلدشار أوغلو توعدت زعيمة حزب الجديد المعارض ميرال أكشينار بترحيل اللاجئين السوريين حال وصولهم للسلطة، مؤكدا أن السوريين سيتم ترحيلهم لا محالة. يعتبر اللاجئ السوري هيثم الحمود المقيم في تركيا منذ العام 2017 عن مخاوفه من زيادة الحوادث العنصرية ضدهم بفعل زيادة التجيش والتحريض على اللاجئين، ويقول إن الأيام التي تفصلنا عن الانتخابات قاسية وصعبة جدا، نحن نعيش في قلق دائم. ويصف الكاتب والصحفي التركي عبد الله سليمان أوغلو مخاوف السوريين في تركيا بالمبررة، نظرا لأن الخطاب العنصري في أوج هذه الأيام حيث يحتدم التنافس بين الأحزاب السياسية على استقطاب الناخب التركي. ويقول إن معارضة وجود اللاجئين لا تقتصر على طرف الحكومة والمعارضة، ولذلك فإن هناك حالة من الإصرار على استخدام ملف اللاجئين في الحسابات الانتخابية. ويتابع أوغلو بالإشارة إلى تعمد بعض شخصية المعارضة تحميل اللاجئين مسؤولية الأزمات المعيشية التي يعاني منها الأتراك، مثل التضخم وارتفاع إيجارات المنازل. تركيا تتوقف. استجاب البنك المركزي التركي لتطورات السوق عبر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم في آخر اجتماع للسياسة النقدية قبل الانتخابات المنتظرة الشهر المقبل. وأبقت لجنة السياسة النقدية بقيادة المحافظ شهاب قاوجي أوغلو على معدل إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد دون تغيير عند 8.5% للشهر الثاني على التوالي، بما يتماشى مع توقعات معظم الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع أجرته بلومبرغ. زيادة تقلبات الليرة التركية والتوقعات بانخفاض حاد في قيمتها مستقبلا بغض النظر عن نتائج الانتخابات كانت حاسمة اليوم الخميس للبنك المركزي الذي تعرض للضغوط من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان لضمان معدلات فائدة منخفضة باستمرار. التوقف عن خفض الفائدة جاء في أعقاب جهود مكثفة من قبل البنك المركزي لتجديد اللوائح المالية دفاعا عن العملة، تضمنت مطالبة البنوك بالحد من مشترياتها بالدولار كجزء من نهج التدخل الذي بات سمة مميزة في عهد قاواجي أوغلو، لكن الضغط على الليرة لم ينشأ إلا مع ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي مع اقتراب إجراءات الانتخابات. وفي غضون ذلك سجلت الليرة أدنى مستوياتها القياسية حيث انخفضت بنحو 4% مقابل الدولار منذ بداية 2023، وحتى مع افتراض تطبيع السياسة النقدية بعد الانتخابات، وقد تنخفض العملة التركية 30% مقابل الدولار عن مستوياتها الحالية بحسب جي بي مورغان. يركز أردوغان منذ فترة طويلة على خفض أسعار الفائدة، وأصبح أكثر صرامة في فرض السياسة النقدية منذ أن وسع سلطته قبل 5 سنوات. منذ توليه المنصب منذ أكثر من عامين خفض محافظ البنك المركزي التركي شهاب قاوجي أوغلو أسعار الفائدة 9 مرات دون أن يرفعها مرة واحدة، برغم الحاجة لمواجهة أسوأ أزمة تكلفة معيشية تشهدها تركيا منذ عقود، ويتزامن ذلك مع مرور العالم بأجرأ موجة تشديد للسياسة النقدية منذ 40 عام، مما جعل تركيا في مرتبة نائية من حيث تكاليف الاقتراض بأدنى معدلات للفائدة في العالم عند تعديلها وفقا للتضخم. سفير تركيا. قال سفير تركيا السابق في سوريا عمر أورهان إن مسألة تطبيع أو عودة العلاقات بين النظام السوري وتركيا هي عملية لن تحدث بين ليلة وضحاها، وأن تركيا ستسحب جنودها في نهاية المطاف من الأراضي السورية. واستبعد السفير السابق وجود تطبيع نهائي بين النظام السوري وأنقرة في وقت قريب على خلفية وجود قضايا عريقة بين الجانبين. وأضاف في تصريحات لقناة العربية إن تطبيع العلاقات بين نظام الأسد وأنقرة لن يكون أمرا سريعا، خاصة مع وجود قضايا يجب حلها بأبعادها المتعددة، وأن طلبات كل طرف من الآخر يمكن أن تنفذ. وأكد أن تركيا تريد ضمان أمنها وتهيئة الظروف اللازمة في سوريا من أجل عودة آمنة للاجئين، وفي المقابل يريد النظام السوري انسحاب عناصر الجيش التركي من البلاد وتوقف عن دعم المعارضة، ولا شيء من هذا غير معقول، إلا أنه يجب مناقشته في السياق الصحيح، وهنا تكمن المشكلة. وتابع بالقول ربما يحدث بعض التقدم في عملية التطبيع، ولكن باعتقادي أننا لن نشهد تطبيعا نهائيا في أي وقت قريب، على الأقل قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستشهدها تركيا يوم 14 من شهر مايو المقبل. عزيزي المتابع، ما رأيك بالأوضاع في تركيا؟